بعد أن تم استلام ملعب الزوراء من قبل إدارة النادي، ودخلنا ضمن فترة الصيانة اللي هي بالغة سنتين، وحاليا انقضت تقريبا السنة الأولى، وحسب توجيهات السيد معالي الوزير المحترم والسيد مدير عام الدائرة الهندسية والفنية. عمليات الصيانة والإدامة مستمرة للملعب من أجل استقبال الموسم الكروي الجديد. التركيز حاليا هي على أرضية الملعب، الثيل، من عمليات قص الثيل والتسميد وبذر البذور الشتوية اللي إن شاء الله هو موعدها هذا الشهر إن شاء الله، حتى يكون الملعب جاهز إن شاء الله لاستقبال مباريات الدوري اللي إن شاء الله تنطلق يعني بعد فترة قصيرة إن شاء الله.